القبول العام فتح. جاهزين للتقديم؟ عشان نقدم في 5 خطوات سهلة حنعملها. أول حاجة حندخل على موقع التقديم admission.gov.sd. ثانيا حنملى بياناتنا عشان نخش النظام. حندخل رقم الجلوس، بعده حندخل المساق، بعده رقم الاستمارة، نختار الولاية، وآخر حاجة ندخل الرمز الموجود قدامنا هنا. بعد نضغط على زر الدخول عشان ندخل على النظام. الخطوة الأولى انتهت. الخطوة الثانية فيها الملف الشخصي. هنا بيظهر الاسم ورقم الجلوس والمدرسة وحالة سداد الرسوم وإكمال التقديم. وإذا في استقالة بنحملها من الجهاز في شكل PDF وبنرفعه. ندخل رقم التلفون، ونأكده. بعد كده ندخل الجنسية. إذا كانت الجنسية غير سوداني نكتب البلد. وإذا عايزين نستلم رسالة نصية في التلفون نضغط هنا. نمشي الخطوة اللي بعدها. هنا الخطوة الثالثة برضو نتأكد من الاسم، نتأكد من رقم الجلوس، وبعد الرغبات. هنا بنقدم للجامعات. في الحالة دي هناخد تقديم البكالوريوس، هنستعين بنسخة السنة الماضية. هنختار المؤسسة، هنختار الجامعة، هتظهر لنا تحت الكليات. اللون الأحمر يوضح إنه نحن ما مؤهلين يمكن عشان نخش الرغبة دي. بعد ما نختار الكلية بنضيفها للقائمة. بعد ما نختار كل الرغبات حقتنا صار لنا الليستة. هنا ممكن نتأكد من رغباتنا ونعيد ترتيبها، نرفع الرغبة فوق أو ننزلها تحت حسب ما نحن عايزين. نخلص من هنا ونمشي للخطوة الرابعة. هنا بنستكمل الإجراءات، نملى بيانات الإقرار، ونتأكد من بيانات سداد الرسوم. هنا بنملى بيانات الإقرار، بنقول إنه أقر بأن الرغبات التي تقدمت بها هي الرغبات الصحيحة، وبنعمل علامة صح تحت كلمة نعم. بنقر برضو إنه البيانات صحيحة، وبنتأكد من الرغبات تمام، وبنتأكد إنه عايزين نسلم الاستمارة، لأنه بعد ما نسلم تاني ما في طريقة نغير. مرة أخيرة نراجع الرغبات ونمشي للخطوة الخامسة. هنا بنراجع بياناتنا الأخيرة، بنراجع الترتيب بتاع الرغبات. كده خلصنا كل الخطوات. هنا في الخطوة الخامسة. لازم نطبع الاستمارة عشان يكون عندنا مستند نثبت به الرغبات اللي اخترناها. كده كملنا التقديم الإلكتروني. نتمنى لكم مستقبل باهر. إذا في زول مقدم لنا نتأكد إنه قدم لنا الرغبات حقتنا كلها، وقبل ما يأكد في الخطوة الرابعة لازم نراجع رغباتنا كاملة، لأنه بعد ما نقدم ما عندنا طريقة نغير.